بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ شيزان تاج الدين. دلوقتي هعمل معاكم طريقة عمل البيتزا. انا عملتها معاكم قبل كده، بس الطريقة دي هي نفس الطريقة، بس انا لازم اعملها من البداية. معرفش اعمل حاجة من غير ما اقول من البداية لغاية ما فنشها للاخر. دلوقتي عندي كيلو دقيق وهنا هنخله، وعندي مية وخميرة. هنخل الدقيق دلوقتي. هي هتاخد معلقة سكر، معلقة خميرة، معلقة ملح، معلقة زيت زيتون، معلقة لو عندك زبدة ممكن تديها في حجم يعني حوالي 50 جرام او 30 جرام زبدة، او لو في مفيش زبدة ممكن تضيفي سمنة بلدي عادي نص معلقة او معلقة مسح. هنا هضيف معلقة خميرة. هقلب المواد الجافة كلها مع بعضيها، الخميرة والملح والسكر، وهديها رشة زعتر، وهديها زيت زيتون. يبقى معلقة ملح، معلقة سكر، معلقة خميرة، معلقتين زيت زيتون. هديها حوالي 30 جرام زبدة، او ما كانش فيه زبدة ممكن تديها مساح معلقة سمنة سايحة، وهديها رشة زعتر. وبعدين هعجن بالتدريج، لان العجين الدقيق بيختلف من دقيق لاخر، كل نوع بيختلف عن التاني. هنزل بالدقيق بالتدريج. واول مره تشوفينا يا ريت تدعمينا بلايك، ويا ريت اللي يشوف اللي يشاهد معايا الفيديو يا ريت يشترك معايا في القناه، تعليقكم الحلو بدعوه كويسه، ولايك. يا ريت تدعموني بلايك. كده هعجن كده وانزل بالتدريج لغايه ما الم الدقيق كله معايا. انا عايزه عجينه متماسكه، لا تكون طريه قوي ولا تكون ناشفه جامد، ما تكونش يابسه جامد او لينه خالص، علشان اعرف افردها وتسيبيها تخمر. وتولعي الفرن على 200 درجه. لو الشوايه والفرن شغالين مع بعض هي ما بتاخدش معاكي اكتر من تلت ساعة. ممكن تشغلي الفرن كده لمتها كويس، تشغلي الفرن الاول، وبعد ما تاخد لون من تحت حوالي 10 دقايق، ما يكملش 7 دقايق او 10 دقايق، تطفي الفرن وتشغلي الشواية عليها. وانا شغلت الفرن ورايا، وهنا كده خلصت العجينة. هسيبها حوالي ساعة الا ربع. هي في الصيف المية، لو في الشتاء بتعملي هنا عندي صوص البيتزا. عندي حوالي كيلو الا ربع طماطم ضربته، وهديله بابريكا، معلقه ملح، معلقه كمون، هديله معلقه زعتر، هديله معلقه سكر، هديله زيت زيتون، هديله حوالي 3-4 فصوص توم متقطعين او مفرومين، واسيبهم على النار يقصروا. في كذا طريقه، وهديها زيت زيتون. في كذا طريقه للصوص، يعني في ممكن تعمليه في الفرن، او ممكن تعمليها بقى اعمله ان شاء الله معاكم ان شاء الله، بس ده السريع. وهسيبه يقرصر خالص على النار لغايه ما ينشف خالص، عشان العجينه ما تعجنش معايا. ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب. هنا عندي الصوص خلاص خلص، وعندي هنا جبنه موزاريلا وجبنه ميكس اللي هي شيدر وبرمجان، وعندي فلفل سبايسي، وعندي فلفل الوان، وعندي بصل. لفتهم على النار، او انت عايزه تحطيهم فريش مفيش مشكله. انا لفتهم لفه كده على النار، واديتهم رشه زعتر ورشه ملح خفيفه ورشه كمون خفيفه بس. ما تكتريش الملح علشان ما يبقاش الحاجه معاكي حادقه جامد. هنا هفردها. العجينه خمرت خلاص كده، ملت الطبق. هفردها معاكي. ممكن تفرديها بالمردنة او تفرديها على ايدك، والعجينة ما شاء الله كويسة. وهحضر صينية ادهنها زيت. وعندي صدر فراخ لفيته على النار. انا عاملة الطريقة دي قبل كده على القناة عندي، ادخلي عندي على القناة وهتشوف الطريقة.
كده هفرد العجينة. ما تنسيش اللايك، دعميني بلايك وتعليقك الحلو بتاعه كويسة، وتشتركي معايا في القناة وسمعوني الجرس، ويا رب كل حاجة اقدمها تعجبكم. كده عندي الصينية دهنتها زيت خفيف خالص، ما تكتريش زيت عشان ما تنشفش معاكي، وتنشفي وتنضفيها كويس من الدقيق، وتعمليها بالشوكة عشان ما تتخرمش منك. انا نسيت اعملها، بس نسيت الخطوة دي. هنا ايه، بص صوص البيتزا نشف خالص، مفهوش ميه خالص، بحيث ان هو ما يعجنش معايا البيتزايه. كده هدهنها، ما تكتريش صوص البيتزا عشان ما تصيصش معاكي. وبعدين هنزل بالفراخ، اي توبنج انت عايزاه اللي بتحبيه، كان سوسيس او تونه او فراخ او سلامي، اي نوع انت بتحبيه، او خضار، او اللي انت عايزه تعمليها مارجريتا جبنه بس، او انواع الجبن كلها، 3 انواع جبن حسب ما بتفضلي. كده هوزع كده الفلفل الالوان، وبعدين هضيف الفلفل. انا ضفت البصل والفلفل الالوان، وبعدين ضفت الجبن. لو عندك زيتون وعايزه بتحبي حسب الرغبه، وعندي فلفل سبايسي هضيفه. وانا مشغله الفرن ورايا بقاله حوالي نص ساعه من اول ما عجنته. وبعدين هتشغلي الفرن على درجه 200، تحطي تدخليها الفرن على الرف اللي في النص. واول مره تشوفينا يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسيش تدعمينا بلايك وشير. وكده خلصتها بصي. وبعدين تطفي عليها وتدخليها وتشغلي الشوايه، هتاخد معاكي اللون ده حوالي 5 دقايق او 7 دقايق. واحلى بيتزا في مطبخ شيزان تاج الدين. يا رب نول اعجابكم، مع الف سلامه. بصي كده الجبنه حسب ما انت عايزه تضيفي، ممكن تضيفي كميه اكتر من اللي انا ضفتها. يعني الصينيه الكبيره دي اخدت معايا حوالي اكتر من 350 جرام زبده، 350 جرام جبنه. بصي انا عملت 2، واحده صغيره وواحده كبيره، وفاض عندي عجين كمان. ما تنسيش اللايك وشير وسبسكرايب، لايك وفعلي الجرس. ولمعتها بزيت زيتون واديتها رشة زعتر. وما تنسيش اللايك والشير، لايك وشير، وتدعمينا بدعوة كويسة، وتفعلي الجرس في مطبخ شيزان تاج الدين. مع الف سلامة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دي عملتها جبنة بس مارجريتا. بصي هي مستوية من تحت، حسب ما انت عايزه الكميه اللي انت عايزه تضيفيها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه. وما تاخدش معاكي اكتر من تلت ساعه في الفرن. مع الف سلامه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب نول اعجابكم.